الريال أو كذلك لمنتخب لافوريا روخا منتخب إسبانيا. كرة إلى ضربة ركنية، هي الثانية في المباراة للريال والسادسة في المباراة. كرة من ضربة ركنية تلعب وتبعد. بوسكيتس محاولة قائمة مرة أخرى. لاحظ ما الذي يفعله الساحر في المباراة. نعم هنا المرور، وهذه كرة جميلة. كرة تصل الآن لمارسيلو، خطيرة، جول جول. ريال مدريد يتقدم في قلب الكامب نو. بيكي بالخطأ، جيرار بيكي بالخطأ، ومارسيلو بعرضيته المثيرة الجميلة اللي قال عنها بالفعل هنا. هذه الكرة، هذه هديته، وهذه ألعابه، وهذا ما يفعله بالفعل كما يفعل بائعي الورود. ياتي بالكرات الجميلة، والكرة في مكان صعب جدا حاول إبعادها وقد سجلها في شباكه. وأمام من؟ أوهو، راؤول غونزاليز هنا يفرح كما كان يفرح لاعبا. وهذا النجم اللي قال عنه فالدانو يؤدي عمله بمتعة كبيرة كما والتألق على نافاس مرتين في الكرة الماضية. تألق كبير، تألق لافت لنافاس في مباراة هذا المساء. وهذه كرة تلعب الآن ولا زالت لميسي بالفعل في المكان السليم. تسديدة قوية وخطيرة، وحارس المرمى هنا وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء، يحتسب ضربة جزاء، ضربة جزاء لبرشلونة لسواريز. ضربة جزاء، كرة مشتركة، وفي انذار على كيلور نافاس. ضربة جزاء تأتي في الدقيقة 75. يا لها من إثارة كبيرة، ويا له من ضغط رهيب مارسه برشلونة هذه اللعبة. وهنا طبعا هل كانت ضربة جزاء؟ هذه اللعبة طبعا لدينا الخبير التحكيمي هنا في قنوات أبو ظبي الرياضية ايتورالدي، الحكم الذي سبق وأنا دار كلاسيكو العالم الكبير. هذه ضربة الجزاء اللي احتسبت. وهنا ميسي، هنا ميسي أفضل هداف في تاريخ السوبر الإسباني ب 12 هدف من 15 مباراة، يبحث عن هدف رقم 13. عنده 5 أهداف في مرمى ريال مدريد في 4 مباريات، قابلهم 4 مرات، سجل 5 مرات، ويبحث عن هدف السادس في طبعا السوبر. وطبعا هو الكل يعلم بأنه كبير هدفي الكلاسيكو ب 23 هدف. إن سجل الآن يكون هدف رقم 24، وطبعا يضاعف أرقامه. لكن ضربة جزاء، ضربة جزاء. ليونيل ميسي يتقدم، جول جول. يعود برشلونة، يعود برشلونة بضربة جزاء، وتكون الأمور 1-1. ضربة جزاء. شوف فرحة البرشلوني الصغير قبل الكبير، لأن برشلونة الآن بالفعل يتعادل. ضربة جزاء بكل الثقة طبعا يسجل ميسي ويتعادل برشلونة، وإثارة الشوط الثاني مستمرة. نعم كل الأمور الجميلة كانت، ولكن أبعدت. برشلونة أخطر في الدقائق الماضية، وهذه محاولة الآن وصلت إلى بالفعل تنقل لكريستيانو رونالدو، يتقدم وأمام بيكي، يمر ويسدد. الله زلزال في الكامب نو، 7 درجات بمقياس رونالدو وليس بمقياس ريختر. زلزال في الكامب نو، بطله كريستيانو رونالدو. هدف مثالي، لعبة مثالية كانت لبرشلونة، تحولت مرتدة مثالي، هو اللي بداها. وبعد ذلك عينك على الساحر، على اسكو لكريستيانو رونالدو. لما مر أخذ القرار، ويا له من قرار، أخذ القرار، ويا له من قرار
في مقتل هذه يا كريستيانو رونالدو، في مقتل. نعم، ياتي الهدف الثاني الآن، ويا له من هدف لا يصاد ولا يرد، وبالتالي كريستيانو رونالدو نعم 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 زلزال في الكامب نو، زلزال في الكامب نو، قوة 7 بمقياس. مرتدة، السلاح الفتاك، السلاح الفعال، السلاح الجميل، السلاح الخطير لأسونسيو في المكان السليم، سدد. أسونسيو يأتي برصاصة الرحمة، والريال يفجرها في الكامب نو بالثلاثة يفجرها أسونسيو ويتقدم الريال. ويا لها من مباراة مثالية، مباراة مثالية بكل معنى الكلمة. نعم نعم نعم، مثالية بكل معنى الكلمة. ويا لها من نهاية، ويا لها من قدم يسرى في غاية الروعة والدقة والجمال والإثارة، تذهب هكذا وتستقر. وبالتالي ريال مدريد في الكامب نو يفجرها. واو، هذا القرش الأبيض، هذا